مشكله صعبه جدا. انا مش هعلق عليها. انا هسيبك انت اللي تعلقي عليها عشان الحكايه ملخبطه والموضوع برضه عايزين كده نبسطها. لا مش هينفع حتى تتبسط. دي متجوزه حلو وكانت بتحب واحد قبل ما تتجوز جوزها، واحد تاني. حبته قوي. اوكي. وجوازها من جوزها الحالي جواز صالونات. اتخطبت وهي عندها 16 سنه واتجوزت، ودلوقتي هي عندها 22 سنه، عندها ولد وبنت، وبقالها 7 سنين بتحب الراجل الاولاني اللي كانت بتحب قبل ما تتجوز لحد دلوقتي. مش عارفه تنساه. بتقولي قولي لي اعمل ايه، انا عايزه انساه. مش عارفه مرعين ان طول فتره جوازها ما كلمتوش ولا مره. عشان انا مش ست خاينه، وبتحافظ على شرفها وشرف جوزها وعيالها. في ناس من بعيد ما بينها وما بين الراجل اللي هي او الشاب اللي كانت بتحبه الاول بيقولوا لها ان هو مش عارف يحب واحده تانية لحد دلوقتي غيرها، وان هو لسه بيفكر فيها وعايزها ومجروح وكذا. انا عارفه ان هي بتقول ان هي عارفه ان هما الاثنين دمروا بعض. اوكي. وخلاص اللي فات مات. قولي لي انا اعمل ايه عشان بقالي 7 سنين مش عارفه تنساه. انا بصلي كتير، هي بتقول انا بصلي كتير وبقول لربنا خرجه من قلبي، بس مش عارفه. هي مخنوقه، انا مخنوقه قوي يا رضوى، انا تعبت. في 2 جوايا بيتخانقوا ما بين سيبي بيتك وعيالك وشوفي قلبك وارجعي للراجل اللي انت بتحبيه، وما بين لا بيتك اهم وعيالك اهم من قلبك. انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه. بصي مشكله. طيب بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. اولا ما انت ربنا كده لما بيحاسبنا على افعالنا مش على مشاعرنا. خلاص هي جواكي مشاعر انت قادره انك لحد دلوقتي تسيطري عليها، ولكن انا عايزه اعمل معالجه. هتقول انا عايزه انسى. اول حاجه يا جماعه ما ينفعش ادي اشاره لعقلي انا عايزه انسى واحد، لان انا عماله بحط اسمه وبحطه جوه الملف اللي انا عايزه افتحه الجديد. عايزه ابتدي اقول انا عايزه اركز مع جوزي. ابتدي ادي اشارات لعقلك مختلفه. انا عايزه ابتدي اركز مع جوزي، عايزه ابتدي الاقي حته مشتركه بيني وبين جوزي، عايزه ابتدي يبقى في كواليتي تايم بيني وبين جوزي، عايزه ابتدي ابقى في خروجه كل اسبوع بخرج انا وجوزي واحاول ان احنا نتبسط فيها. لازم تدي عقلك اشاره مختلفه. لكن انساه مش هتنسي، هتفضلي عمركم مش هتعرفي تنسي. ولما ادعي ربنا ما اقولوش يا رب انساه، يا رب حببني في جوزي، يا رب لو جوزي ده فيه خير املا قلبي بحبه واملا قلبه بحبي، يا رب ما نستغناش عن بعض. غيري، استخدمي كلمات مختلفه. تاني حاجه اخرجي بره الملف بتاع جوزي برضو وحبيبي، افتحي ملف تالت، حطي معنى لحياتك، اشتغلي، شوفي صحابك، خلي عندك معنى وعيشي. جربي 1 و2 و3 لقيتي نفسك الدنيا مع جوزك بتتصلح حته حته، بنقرب حته حته. انا بكبر 22 دي برضو لسه صغيره. انت كمان شخصيتك هتتغير. ممكن الشخص اللي انت حبيتيه وانت صغيره ده صدقيني لو اتطلقتي ورحتي انت ممكن كمان 2 تحسي ان ده كان اسوأ قرار عملتيه في حياتك، ان انت ستيل ما وصلتيش برضو لسه للوعي والنضج ده. فاشتغلي انت على افكارك وشخصيتك من ناحيه، واشتغلي مع علاقتك مع جوزك وصدق نيتك ده ربنا عارفه، ومن صدق الله صدقه الله. وشوفي بعد فتره انت لسه بتفكري وعندك نفس المتاهه دي ولا بقيتي الحمد لله في حته ثانيه احسن. ده رايي. معلش انا عايزه بس اسالك على حاجه. انت قلتي الانسان لو عايز ينسى حد ما يقولش ربنا يا رب خرجه من قلبي، يقول مثلا يا رب ارزقني الزوج الصالح. لا ممكن ادعي، بس مش عايزه اركز طول ما قاعده يا رب انسى يا رب خرج. هدعي يا رب بس اللي مركزه اكتر عليه، اللي واخد تركيزي اكتر، والاشاره اللي مخي مركز اني عايزه احب الراجل اللي معايا، عايزه اشوف الحلو اللي فيه. يا رب وريني الحلو اللي انا مش شايفاه جوزي، يا رب افتح لي قلبي ليه. فلازم انا بركز على ايه، وات يو فوكس اون، هو ده اللي انا بجيب منه اكتر. فطول ما انا مركزه انسى العقل ما بيفهمش، ما بيمشيش كده. العقل ما بيعرفش النيجاتيف، ما بيعرفش غير مباشر. فلازم اديك الحاجه المباشره اللي انا اصلا عايزه اوصل لها.